الفيديوهات دي ما كانتش تمثيل. بيتر سكالي كان بيستدرج أطفال وبنات في غاية الفقر وبياخدهم لبيته وبيصور أبشع جرائم التعذيب والقتل. الناس دي بتدفع مبالغ خرافية من البيتكوين عشان يدخلوا يتفرجوا على ضحايا بيتم تعذيبهم وقتلهم في البث المباشر. والأبشع من كده إن المشاهدين هم اللي بيقرروا نوع التعذيب اللي بيحصل في الضحية بناء على الفلوس اللي بيدفعوها. قاعد في بيتك في نص الليل بتفتح اللابتوب بتاعك وتدخل على متصفح مخفي وتكتب كود طويل جدا ومعقد، فبتفتح قدامك شاشة سوداء. الشاشة دي مكتوب عليها حاجة واحدة: ادفع 10 بيتكوين للدخول. بتحول الفلوس، فجأة الشاشة دي بتنور وبيظهر قدامك لايف ستريم. اللايف ستريم ده لأوضة ضلمة حيطانها متغطية كلها بمشمع بلاستيك، وفي نص الأوضة دي كرسي مربوط عليه إنسان حقيقي ملامحه مليانة رعب ودموع، وجنب الشاشة في صندوق شات مليان ناس مجهولين زيك. كل واحد فيهم بيكتب طلب، واحد يكتب اقطع صباعه والتاني يكتب اكسر ايده، وكل طلب وله تسعيرة وطبعا بالعملات الرقمية. وفي راجل لابس قناع جوه الفيديو بينفذ كل الطلبات اللي بتقولوا عليها. هل ده مشهد من فيلم رعب أجنبي ولا دي حقيقة بتحصل في أظلم زوايا الإنترنت كل ليلة وإحنا نايمين؟ دلوقتي هنعرف. النهاردة أنا هنزل بيك لقاع الإنترنت، للمكان اللي الإنسانية بتنتهي فيه والشياطين بتسرح فيه. النهاردة هكشف لك الحقيقة الكاملة والصادمة لأسطورة الدارك ويب الأرعب في التاريخ، وهنتكلم عن أسطورة الغرفة الحمراء. عشان تفهم يعني إيه غرفة حمراء لازم تفهم أنت فين الأول. الإنترنت اللي أنت بتتفرج عليا منه ده دلوقتي زي يوتيوب، فيسبوك، جوجل، كل ده عبارة عن الويب السطحي سيرفيس ويب، وده بيمثل أقل من 5% من حجم الإنترنت الحقيقي. تحته في طبقة تانية أعمق اسمها الويب العميق، ديب ويب. ودي بالمناسبة مش بالضرورة حاجة شريرة، يعني دي بس الحاجات اللي جوجل ما بيقدرش يوصلها، زي حسابك البنكي، إيميلاتك الشخصية، أو داتا المستشفيات. لكن تحت خالص في قاع المحيط الرقمي ده في حتة ضلمة كده ما بيدخلهاش النور. الحتة دي هي الدارك ويب أو الويب المظلم. المنطقة دي ما بتتفتحش بمتصفح عادي، لازم تنزل برامج معينة زي متصفح تور، والمتصفح ده وظيفته إنه يشفر الآي بي بتاعك ويخليك على الشبكة شبه الشبح كده. مستحيل أي حكومة أو شرطة تعرف تتعقب مكانك. وعشان كده الدارك ويب ده بقى جنة للمجرمين، تجار السلاح والهاكرز. وفي وسط العالم السفلي ده طلعت أسطورة الغرفة الحمراء. الأسطورة بتقول إن دي مواقع مخفية جدا ما بتتفتحش إلا بدعوات خاصة بتديرها شوية عصابات أو كيانات مجهولة بتستهدف الناس الأثرياء جدا أو المرضى النفسيين اللي عندهم فلوس مش عارفين يعملوا بيها إيه. الناس دي بتدفع مبالغ خرافية من البيتكوين عشان يدخلوا يتفرجوا على ضحايا بيتم تعذيبهم وقتلهم في البث المباشر. والأبشع من كده إن المشاهدين هم اللي بيقرروا نوع التعذيب اللي بيحصل في الضحية بناء على الفلوس اللي بيدفعوها. لحد هنا الكلام يبان كأنه خرافة إنترنت معمولة عشان تخوف الناس، بس هل الخرافة دي ليها أصل؟ أو الفكرة المرعبة دي بدأت منين بالظبط؟ عشان نعرف أصل كلمة ريد روم أو الغرفة الحمراء لازم تعرف إن في التسعينات وبداية الألفينات في اليابان الإنترنت كان لسه بدائي، وظهرت ظاهرة في اليابان اسمها ألعاب الفلاش، وأغلبنا كنا بنلعبها أو مواليد التسعينات بالذات. وفي وسط بقى الألعاب البريئة دي ظهرت لعبة اسمها أكاي، هي عبارة عن فيديو تفاعلي. الكلمة دي بالياباني معناها الغرفة الحمراء. اللعبة دي كانت بتبدأ بحاجة كده شبه البوب أب أو نافذة بتظهر فجأة على شاشة الكمبيوتر. النافذة دي بقى لونها أحمر دموي، مكتوب عليها باليابانية سؤال واحد بس: هل تحب الغرف الحمراء؟ لو حاولت تقفل النافذة دي هتلاقيها ما بتتقفلش وبتفضل تظهر وتظهر، وفي كل مرة بتظهر بيطلع معاها صوت طفل مخيف بيقرأ السؤال لحد ما الشاشة كلها تتحول للون الأحمر وتظهر لستة بأسماء ناس. اللعبة بتقول لك إن الأسماء دي عبارة عن أشخاص لقوهم ميتين في أوضهم والحيطان كلها كانت مدهونة بدمهم. لحد كده دي مجرد لعبة سخيفة معمولة على الإنترنت عشان تخض الناس، لكن الكارثة الحقيقية اللي خلدت اسم الغرف الحمراء وحولتها الرعب حقيقي حصلت في يوم 1 يونيو سنة 2004. الكلام ده كان في مدينة يابانية اسمها ساسيبو. في اليوم ده بنت عندها 11 سنة بس اسمها ساتومي ميتاري اتقتلت بدم بارد جدا جوه فصلها في المدرسة. تخيل، جوه فصلها في المدرسة. واللي قتلها ما كانش مجرم كبير في السن ولا حاجة، اللي قتلها
كانت صاحبتها اسمها ناتسومي تسوجي، زميلتها في الفصل دي اللي عندها برضو حوالي 11 سنة. الصحافة سموها فتاة نيفادا. تغيير اسمها ده كان عشان يحموا هويتها. لما الشرطة اليابانية قبضت على البنت اللي قتلت صاحبتها وبدأوا يفتشوا جهاز الكمبيوتر بتاعها، لقوا كارثة. لقوا إن البنت دي كانت مدمنة على المواقع المظلمة، وإن الهيستوري بتاعها أو الذاكرة بتاعت المتصفح كلها مليانة بزيارات للعبة الغرف الحمراء، وإن البنت دي كانت مهووسة بالقتل والدم. كل ده بسبب الفيديوهات الغريبة اللي كانت بتشوفها على الإنترنت المظلم في بدايته. من اللحظة دي اسم الغرفة الحمراء ارتبط في العقل الباطن للبشر بالدم والقتل الحقيقي. مصطلح الريد روم كبر وسافر من اليابان لأمريكا ولأوروبا، ومع ظهور البيتكوين في 2009 وتطور الدارك ويب، الأسطورة اليابانية لقت البيئة المثالية عشان تتحول من مجرد لعبة فلاش أو خرافة لبزنس حقيقي بيدار بملايين الدولارات، بزنس النصب بالدم. مع دخولنا في الفترة من 2011 لحد 2015 الدارك ويب ما كانش مجرد مكان غامض، ده اتحول لسوق عالمي. دي كانت الفترة اللي ظهر فيها موقع لبيع الممنوعات اللي هو سيلك رود، والأهم من كده دي الفترة اللي انفجرت فيها عملة البيتكوين. البيتكوين كانت الهدية اللي نزلت من السماء للمجرمين، فلوس بتتحول في ثواني، ومستحيل أي حكومة في العالم تعرف مين بيبعت إيه والمين. وهنا ظهرت فئة من النصابين والهاكرز اللي قرروا يستغلوا أسطورة الغرفة الحمراء ويحولوها لواقع ويكسبوا منها ملايين. الهاكرز دول سألوا نفسهم سؤال عبقري: تفتكر في العالم ده في أثرياء ومرضى نفسيين عندهم استعداد يدفعوا آلاف الدولارات عشان بس يتفرجوا على حد بيتعذب لايف؟ الإجابة للأسف كانت أيوة، كتير جدا. في الفترة دي ظهرت على الدارك ويب مواقع بأسماء مرعبة زي كرول أونيون وشادو ويب. المواقع دي كانت بتعمل حملات إعلانية في منتديات الدارك ويب المخيفة، وبيقولوا فيها يوم الجمعة الجاية مثلا الساعة 12 بالليل هيكون في بث مباشر، والدخول للمشاهدة ب1 بيتكوين، ولو عايز تأمر الجلاد ينفذ طلب معين هتدفع زيادة 5 كوين. اللي كان بيحصل إن آلاف الأشخاص المجهولين كانوا بيحولوا فعلا الفلوس للمحافظ الرقمية بتاعت المواقع دي. الفلوس كانت بتدخل حرفيا زي المطر، ولما يجي يوم الجمعة والناس دي تفتح الموقع عشان تتفرج وعينيها بتلمع بالفضول المريض، بيلاقوا قدامهم شاشة سودة وعداد ثواني بينزل 3 2 1، وأول ما العداد يوصل 0 الموقع بيقع والشاشة بتفصل، أو بيظهر لهم فيديو متسجل وقديم وبيتعاد، أو تظهر لهم رسالة مزيفة مكتوب عليها تم إغلاق الموقع بواسطة ال FBI. الناس دي كانت بتكتشف إنهم فعلا اتنصب عليهم، ومستحيل طبعا واحد مريض نفسي يروح للشرطة يقول لهم لو سمحتوا أنا اتنصب عليا في 10,000 دولار كنت دافعهم عشان أتفرج على جريمة قتل لايف. الهاكرز قفلوا المواقع وسحبوا ملايين الدولارات من البيتكوين واختفوا كأنهم أشباح الغرف الحمراء. في الفترة دي كانت مجرد أكبر عملية نصب في تاريخ الإنترنت المظلم. وهنا إحنا لازم نقف لحظة ونفكر بعقلنا، عشان الغموض وقصص الإنترنت بيحبوا يصدقوا إن الغرف الحمراء اللايف موجودة ومستخبية، لكن تقارير الأمن السيبراني وال FBI كان ليهم رأي تاني، رأي بيصدم أي حد. الخبراء بيقولوا إن فكرة البث المباشر عالي الجودة على الدارك ويب هي فكرة حرفياً مستحيلة علمياً وكمان تقنياً. عشان تفهم ليه لازم تعرف متصفح تور بيشتغل إزاي. كلمة تور هي اختصار لكلمة The Onion Router أو الموجه البصري. لما أنت بتدخل على موقع في الدارك ويب الاتصال بتاعك ما بيروحش للموقع دايركت، ده بينط في 3 سيرفرات عشوائية متوزعة في دول مختلفة حوالين العالم عشان الIP بتاعك يفضل يغلفه بطبقات حماية عاملة زي فكرة البصلة بالظبط. اللعبة دي بتخليك متأمن جدا ومجهول الهوية، بس في نفس الوقت بتخلي سرعة الإنترنت عندك بطيئة بشكل قاتل. الناس اللي دخلت الدارك ويب عارفة إنك عشان تفتح صفحة ويب عادية جدا فيها شوية كلام وصورة جودتها حتى وحشة ممكن تقعد 2-3 تحمل. بينج بيبقى عالي جدا والسرعة بتتقاس بالكيلو بايت، فإذا كان المتصفح ده ما بيقدرش يشغل صورة عادية الكواليتي بتاعتها وحشة، إزاي هيقدر يشغل فيديو بس مباشر عالي الجودة وكمان عليه مئات الأشخاص بيتفرجوا في نفس اللحظة؟ لا، وبيكتبوا في شات تفاعلي من غير ما السيرفر يفرقع ويقع. الخبراء حسموها، التكنولوجيا بتاعت الدارك ويب ما بتستحملش البث المباشر، وبالتالي الغرف الحمراء اللايف اللي بنشوفها في الأفلام زي Unfriended Dark Web هي مجرد خيال سينمائي. بس استنى، لو البث المباشر مستحيل، هل ده معناه إن مفيش ضحايا ومفيش تعذيب ومفيش أثرياء بيدفعوا فلوس عشان يشوفوا الدم؟ للأسف
البديل كان أسوأ وأبشع وأكثر دموية من البث المباشر بمليون مرة تقريبا. لما المجرمين اكتشفوا إن البث المباشر على تور بيفشل فنياً، قرروا يغيروا الاستراتيجية. قالوا ليه نعمل بث مباشر ويقطع؟ إحنا نسجل الجريمة بأعلى جودة ونرفعها على سيرفرات الدارك ويب ونبيعها للمرضى النفسيين، وطبعاً هيلاقوا كتير وتبقى الفيديوهات دي تحت الطلب. وهنا ظهر الوحش اللي هنحكي عنه. أنا هطلب منك دلوقتي تكون قوي، لأن اللي هحكيهولك دلوقتي هو أقذر قضية مسجلة في تاريخ الانتربول، والواقعة اللي أثبتت إن الغرف الحمراء مش محتاجة تكون لايف عشان تكون مرعبة. في سنة 2011 راجل استرالي في أواخر الأربعينات اسمه بيتر سكالي هرب من استراليا للفلبين عشان كان عليه قضايا نصب وغيره. الراجل ده قعد في مدينة نائية في الفلبين وأسس موقع سري جدا ومخفي على الدارك ويب. الموقع ده سماه No Limits Fun أو متعة بلا حدود. بيتر سكالي ما كانش نصاب زي اللي قبله. سكالي كان بيبيع الموت الحقيقي. الموت ده كان عبارة عن منتدى مظلم، الدخول ليه مش ببلاش. الأثرياء والمجرمين بتوع أوروبا وأمريكا كانوا بيدفعوا لحد 10,000 دولار أمريكي بالعملات الرقمية عشان بس ياخدوا صلاحية تحميل الفيديوهات اللي سكالي بينتجها. الفيديوهات دي ما كانتش تمثيل. بيتر سكالي بمساعدة عصابة كونها من الفلبين كان بيستدرج أطفال وبنات في غاية الفقر وبياخدهم لبيته وبيصور أبشع جرائم التعذيب والقتل، وكلها فيديوهات متصورة باحترافية وبكاميرا عالية الجودة وإضاءة مسرحية كأنه مخرج سينمائي. أشهر وأبشع فيديو باعه سكالي على الدارك ويب كان اسمه دايزي ديستراكشن أو دمار دايزي. الفيديو ده كان دموي وقاسي جدا لدرجة إن المحققين نفسهم اللي شافوه بعد كده كلهم احتاجوا علاج نفسي. الأثرياء كانوا بيتسابقوا وبيدفعوا بال10,000 دولار على الفيديو الواحد عشان ينزلوه يتفرجوا عليه براحتهم. بيتر سكالي عمل ثروة من وراء دم وصراخ الضحايا. بيتر حقق فكرة الغرفة الحمراء بس على هيئة أشرطة مسجلة، لكن في النهاية مهما حاولت تستخبى في الدارك ويب الغلطة كده كده جاية. أحد الأشخاص اللي اشتروا الفيديو في أوروبا واتقبض عليه، الانتربول قدر يتتبع خيوط العملات الرقمية والرسائل المشفرة لحد ما أطلقوا حملة صيد عالمية. وفي يوم 20 فبراير 2015 القوات الخاصة في الفلبين بالتعاون مع الشرطة الأسترالية اقتحموا المخبأ بتاع بيتر سكالي وقبضوا عليه وأنقذوا الضحايا اللي كانوا لسه عايشين. الراجل ده اتحاكم في الفلبين وفي سنة 2018 أخذ حكم بالسجن المؤبد، وفي 2022 اتضاف على حكمه 129 سنة كمان في السجن عشان يضمنوا بس انه مش هيشوف النور تاني. قضية بيتر سكالي اثبتت للعالم ان الدارك ويب مش خرافة وان الطلب على الدم حقيقي وموجود. بس هل دي نهاية القصة؟ ايه رأيك لو قلتلك ان في مجرمين تانيين فهموا المشكلة التقنية بتاعت الدارك ويب وقرروا يحلوا المشكلة بتاعت البث المباشر بس بطريقة اذكى وموجودة في تليفونك انت شخصيا؟ الهاكرز والمجرمين ادركوا المشكلة التقنية في الدارك ويب وسألوا نفسهم احنا ليه نتعب نفسنا ونعمل سيرفرات معقدة وبطيئة طالما في تطبيقات موجودة على الويب السطحي العادي بتوفر تشفير مرعب وسيرفراتها حرفيا صاروخية وتقدر تستحمل مئات الآلاف من المشاهدين في بث مباشر. العيون كلها راحت دايركت لتطبيق بنستخدمه كلنا كل يوم تقريبا، تطبيق تليجرام. في الفترة ما بين 2018 و2020 كوريا الجنوبية، البلد اللي بتعتبر عاصمة التكنولوجيا والإنترنت السريع، كانت مسرح لأبشع وأكبر تجسيد حقيقي لأسطورة الغرف الحمراء، القضية اللي اتعرفت إعلاميا باسم غرفة إن. القصة بدأت بشخص غامض مسمي نفسه باكسا، والكلمة دي بالكوري معناها الدكتور. الدكتور ده قرر إنه مش هيصور فيديوهات ويبيعها، لا، هو هيعمل غرفة دردشة سرية على تليجرام وهيعمل بث مباشر لتعذيب وإذلال الضحايا ويكونوا ضحايا حقيقيين مش مجرد تمثيل، والمشاهدين هم اللي هيتحكموا في البث. الدكتور كان بيصطاد ضحاياه بطريقة شيطانية، كان بيبعت لينكات وهمية لبنات وسيدات على تويتر، وأول ما البنت تدوس على اللينك الدكتور كان بيهكر تليفونها ويسرق كل صورها الخاصة، بياناتها، عيلتها، عنوان بيتها، أي حاجة كان يقدر يوصلها كان بيوصلها. بعدها يبدأ بقى الابتزاز الأسود، يا إما تعملي اللي هقولك عليه وتصوري نفسك لايف، يا إما هفضحك وأدمر حياتك. الضحايا تحت الرعب والتهديد كانوا بيوافقوا على طول، وهنا كان الدكتور بيدخلهم الغرف الحمراء بتاعته اللي كلها على تليجرام. الدكتور عمل مستويات للغرف دي، غرفة رقم 1، غرفة 2، غرفة الVIP، وعشان انت كمشاهد مريض تدخل الغرفة دي كان لازم تدفع اشتراكات ضخمة
ضخمة جدا بتوصل لآلاف الدولارات، وبتدفع كلها بعملات رقمية مشفرة طبعا زي البيتكوين والمونيرو وغيرهم، عشان الشرطة ما تعرفش تتبع الفلوس دي. الرعب الحقيقي ما كانش بس في الدكتور، الرعب كان في المشاهدين نفسهم. في الغرف دي كان المشاهدين بيكتبوا في الشات أوامر لايف للضحية المكسورة اللي واقفة تبكي قدام الكاميرا ومحدش همه. كل واحد فيهم يأمرها أمر شكل، اللي يقول لها ائذي نفسك أو اللي يقول لها تعمل حاجة مشينة، والضحية كانت بتنفذ كل اللي مطلوب منها وهي مرعوبة. والمشاهدين كانوا بيدفعوا بقشيش أكتر أو فلوس زيادة بالعملات الرقمية، كل ده عشان يشوفوا مشاهد أبشع. أنت متخيل ده معناه إيه؟ ده هو التطبيق الحرفي والعملي لأسطورة الغرفة الحمراء اللي طلعت في اليابان سنة 1999. السؤال هنا، تفتكر كم مريض نفسي تقريبا دخل الغرف دي ودفع فلوس؟ 100 ألف مثلا؟ لا 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 لا، خد الصدمة. تحقيقات الشرطة الكورية كشفت إن عدد المستخدمين اللي دخلوا ودفعوا فلوس غرف الدكتور والمجرمين اتجاوز ال 260 ألف شخص. أنت متخيل الرقم؟ 260 ألف وحش مستخبيين ورا شاشات تليفونهم وبيتفرجوا على بشر بيتدمروا في لايف. الشرطة الكورية فضلت عاجزة لحد ما ظهروا بطلين حقيقيين، طالبتين في الجامعة مهتمين بالصحافة الاستقصائية، سموا نفسهم تيم فليم. طالبتين دول اخترقوا غرف التليجرام وتخفوا كأنهم مشاهدين، وجمعوا أدلة مرعبة وسربوها لأكبر القنوات التلفزيونية في كوريا. المجتمع الكوري طالب بالقبض على الدكتور، وفي مارس 2020 الشرطة الكورية بتعاون مع منصات العملات الرقمية والإنتربول قدروا يوقعوا الوحش. ولما قبضوا عليه وشالوا القناع من على وشه، هنا بقى كانت الصدمة بجد. الصدمة كانت إن الدكتور ده ما كانش زعيم مافيا ولا راجل كبير في السن ومرعب، ده كان شاب صغير عمره 24 سنة اسمه تشو جو بين، شاب ملامحه هادية جدا، طالب متفوق، وكان في وقت فراغه بيتطوع في ملاجئ الأيتام. الولد اتحكم عليه بالسجن لمدة 42 سنة في كوريا الجنوبية، وتم فتح آلاف المشاهدين اللي دفعوا فلوس في الغرف دي. في نهاية رحلتنا في أظلم مكان في العالم، خليني أقول لك الحقيقة اللي هتخليك ما تنامش النهاردة. احنا دايما بنحب نتخيل إن الوحوش والمجرمين دول ناس شكلهم مرعب، قاعدين في بدروم ضلمة تحت الأرض بيكتبوا أكواد خضراء على شاشات سوداء في الدارك ويب. احنا بنحب نحسس نفسنا إنهم بعاد عننا وعن عالمنا، لكن قضية تليجرام دي وقضايا الدارك ويب أثبتت العكس تماما. ال 260 ألف شخص دول اللي دفعوا فلوس قد كده عشان يتفرجوا على ضحايا بتتعذب لايف ما كانوش كائنات فضائية ولا عصابات مافيا، دول كانوا دكاترة جامعة، مهندسين، موظفين بنوك، طلاب مدارس، وآباء عندهم أطفال. دول كانوا ناس بيمشوا في الشارع عادي على فكرة، بيبتسموا لنا في الأسانسير، ممكن يكونوا بيشربوا معاك القهوة الصبح. الغرفة الحمراء الحقيقية مش موقع مخفي على متصفح تور ولا حاجة صعبة توصل لها. الغرفة الحمراء الحقيقية هي الجانب المظلم من النفس البشرية، هي اللحظة اللي الإنسان العادي بيحس فيها إنه مجهول الهوية، محدش شايفه ومفيش رقيب عليه ولا عقاب. وقتها بس بيقلع قناع الإنسانية وبيتحول لوحش متعطش للدم. المرة الجاية وانت راكب المترو أو قاعد في كافيه وبتبص على الشخص المحترم اللي قاعد جنبك وماسك تليفونه مركز فيه، خلي بالك بقى بيتفرج على إيه. احموا نفسكم واحموا أطفالكم، لأن وحوش الإنترنت ما بيرحموش. واستنوني في حكاية جديدة من حكاوي تي.